بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى في البارت الرابع من دورة مستر كريزي لاحتراف اختراق الأجهزة. طيب البارت الرابع هو مجرد فكرة عامة عن اختراق الأجهزة، يعني قبل ما نبدأ في الدورة ودي انكم تتخيلوا ايش هو اختراق الأجهزة. طيب زي ما انتم شايفين في الصورة، هذا هو جهاز الهاكر، وفي المقابل هذا هو جهاز الضحية أو الفيكتيم. يتم الربط بينهم عن طريق حساب النو اي بي. حساب النو اي بي هو عبارة عن حلقة وصل تربط بين جهازي الهاكر والضحية من خلال برنامج النو اي بي زائدا موقع النو اي بي. موقع النو اي بي يقوم بفتح برنامج تصفح المواقع او الانترنت اكسبلورر في جهاز الضحية بالتخفي بمجرد تشغيل السيرفر في جهاز الضحية، وحنعرف بعد شوية ايش هو السيرفر. لذلك اذا حسيت انه جهازك مخترق، اول شيء تسويه هو فصل النت عن الجهاز. طيب وحتى تتم عملية الاتصال بين الطرفين لازم يكون عندنا برنامج تجسس أو تنصت في جهاز الهاكر، وهناك طبعا عشرات برامج التجسس، لكن أشهرها وأكثرها استخداما هو برنامجي البيفورست والبويزون. طيب وبرضه لازم يكون عندنا السيرفر أو الفيروس موجود في جهاز الضحية. بتقول كيف؟ بقولك لازم ترسل له السيرفر عن طريق الماسنجر أو الياهو أو سكايب، أو مثلا ترفع على موقع تعطيه رابط الرفع وهو يحمل السيرفر مباشرة عن طريق الرابط. وعلى فكرة ما يكفي وجود السيرفر في جهاز الضحية وبس، لازم الضحية يضغط على السيرفر ويشغله. طبعا بإمكانك انك تدمج السيرفر مع صورة او مقطع او اي ملف اخر، وحنتعرف على كل هالاشياء في البارتات القادمة ان شاء الله. هذه هي مجرد فكرة بسيطة عن اختراق الاجهزة، اتمنى ان الفكرة وصلت لكم وفهمتوها، وبكذا نكون انتهينا من البارت الرابع، واشوفكم على خير في البارت الخامس، وتقبلوا تحياتي محبكم مستر كريزي.